ما في يوم بحياتي فكرت راح اطلع بالسوشيال ميديا وراح احكي عن هذا الموضوع، بس بعد ما عاد جاي اقدر اتحمل لان كلش هواي تعبت، وحبيت اقولكم فقط لان انا ندمت لان زوجت عراقي. شوف الساعات بالعشرة ويجي زوجك يقول لك لو تحبيني عن جد سويني الدولمة، لا احبك بكذب ما احبك عن جد. بس بصراحة يعني ما شفت من غير ناس، فقط العراقيين يحبون الأكل هيجي يعني لهذه الدرجة، النسوان والرجال نفس الشي. بس يلا نقول شهر رمضان وبلكة الله يعني يحسب شنو مو صدقة يعني good deeds. البصل أكبر من راسي. نسوي دولمة عراقية عن طريق أجنبية. اولا راح نحط البصل بالماء حار على العمود يكون سهلة، نفتح ونحشوه يعني. راح احط 300 جرام لحم مفروم ولرز ماسري حطيت بالماء، نقعت بالماء. يا ربي يعني اصغر من هيجي اتوقع ما كان في بالمحل، لو كان في اصغر من هيجي كان جابلي. ترى نحنا بالألبانيا عندنا دولمة كمان بس ما نسوي بنفس الطريقة مالتكم. نسوي دولمة نقول فقط باذنجان وفلفل الكبير هذا، بس ما نحط ورق عنب وهيج اشياء. فنانة، قولوا فنانة لو مو فنانة. هسه راح نتكتك العمود يدخل الماء ويستوي الحشوة. سويت الكوسة الشجر كمان. شنو عندكم أطيب شي بالدولمة؟ أنا عندي الشجر، هشام عنده البصل، طبعا ما في بلا فلفل. هسه على مود الحشوة راح أثرم الباذنجان الكوسة الطماطة بصل وفلفل، راح أضيف ثوم كمان، وراح نضيف من هذا الشجر مال كريسماس اسمها شبنت كمية كبيرة لأن أنا جدا أحب طعمة الشبنت جبنت بالدولمة. وهسه حبايبي ضفت 3 خشوقة مالت معجون، راح اضيف 2 هيجي زيت، ملح راح اضيفه هواي، فلفل اسود، دبس رمان، ونص ليمون. قلت لكم من بداية احب جدا يكون هامض. شو يسوي ليمونة بالباب الجامعة؟ ينتظر صلاة العصر. هسه راح نخلط كل شي مع بعض وريحة خيال. وهسه راح نبلش اولا بالبصل. هسه نفتح البصل بوحدة بوحدة بعد كل شهارة. خليت الباقيلا بالطنجرة، حطيت شوية زيت. انا هشام ما نحب اللحم، ما نحط اللحم اولا، راح بدوق ابلش بالبصل. ترى ساعة 12 الا ربع وانا يعني خيلو بعد ما خلصت ما خلصت يعني نص الشغل، لا خلصت النص. هسه بس لف كل شي واحط اسوي الصوص واحط الماي ورا شوية. يعني اول مرة اسوي البصل هيجي انا دايما بس احطهم شوية بالماي حار واشيلهم، غير طريقة احسن. بصلاية هذا هيجي مبين حبايبي. الطبق الاول حطيت البصل، الثاني راح يكون غرفة نوم ان شاء الله. احسن شي يعني هي الباذنجان والكوسة، بس تعطين اللحم هذا بس اتوقع حطيت وايد، يس حتى بالبصل حطيت زايد مثل اكتر من لازم احط. بس يلا على كل حال ان شاء الله ينوكل. صدق ليش يعني في ناس عندهم كلش هواي مهم الاكل، هي اكل يعني حتى لو اكلتي معون كامل، حتى لو اكلت شوية شنو الحماس بالاكل ما بعرف. رجعت فتحت كل البصل وشلت منها الحشوة لان حسيت حطيت كلش هواي لان خيلو ما ضل فيه الورق. انا ما راح اسوي هواي، راح اسوي بس شي 10-15 ماكسيموم لان مثل ما قلت لكم هشام يحب البصل اكتر شي وانا حتى الورق انا ما حبيت جدا هواي.
نعم. شبيك ليش هو جاي تصوري مو حالك؟ ما جا سوا وقفت. بس عاشتيلش شو الريحة طيب كلش. أساس تساعديني مو رحتي شردتي، أساس راح تجيني تتعلمين لأن أنت ما تعرفين شلون تسويهم. ليش باوين هيجي تشنج البوليس فوق راسي، تشنج الشرطة هذيجة. انت جاي تسجلين؟ ايه كملي. هذا الشكل الدولمة، بس الأهم شيء اللي يكون طيب الشكل مو كلش جدا يعني مهم. وهسه راح احط بالنار عالي على مود ينزل كل المي، راح احط شي ثقيل فوق نار جدا عالي على مود ينزل المي اللي بيها بداخل. ومن بلش يشتم ريحة البصل لهذا الوقت راح احضر الصوص اللي راح نحط بالجدر.